اللي انت عملته في شعري ده؟ بص يا عم كده انا مش حالق يا عم، ايه ده؟ اهلا بيكم يا جماعه، النهارده انا في السعوديه وعايز احلق شعري. تعالوا نشوف الحلاقه هنا سعرها عامل كام، فيلا بينا. وعلى فكره الحلاقه هنا اسعارها مختلفه، يعني انت ممكن تحلق في مكان تدفع مثلا وليكن 60 ريال او 70 ريال، وممكن تحلق في مكان تاني ممكن تدفع لك 20 ريال. فتعالوا نشوف هندفع كام في المكان ده. خلاص انا وصلت صالون الحلاقه اهوت، هخش دلوقتي. قعدت على الكرسي وبعد كده الحلاق طلع من مصر، شاب محترم جدا اسمه محمود من الشرقية. بجد أهل الشرقية دول ناس محترمين قوي. بدأ يدرج لي في الأول كده الجناب، أنا قلت له بعد كده بقى قصر لي من فوق شوية، وبعد كده بدأ يشيل الزيادات بتاعة الشعر بالموس كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حلقت دقني، بعد حلقة الدقن حط لي كده بتاع زي الليمون كده على وش علشان تفتح مسامات الوش، وبعد كده حط لي لزقة على مناخيري بتشيل الرؤوس السوداء، وبعد كده حط لي الماسك اللي هو لونه ازرق دوت، وبعد كده حط لي الجنب التاني لونه اخضر. انا مش عارف بصراحة، كان شكلي عامل زي التنين. ايه ده يا جدعان؟ ايه اللي اتعمل في وش ده؟ ايه ده؟ هي جايه من محل شايفين البنزين وش عادي. نور؟ دي كبسولة بقى بيحطها لك على الوش، بيكون فيها فيتامين اي، بتفتح مسامات الوش وبتلمع الوش وبتنضف الوش عامة. وبعد كده حط لي كريم للشعر، وبعد كده بقى حط لي كريم للحبوب بتاعة الدقن ديت. وده كان اللوك النهائي، ودفعت 25 ريال في الحلقة ديت.